الكشري المصري هو من أكتر الأكلات اللي الحالات بيستغربوا لما باكتبها لهم في نظام الدايت، بيستغربوا إن إحنا ممكن ناكل كشري في الدايت. الحقيقة إن أنا دايما بفضل إن إحنا ندخل مرة لمرتين في الأسبوع وجبات تكون بروتين نباتي عشان نريح الكلى. والبروتين النباتي مش معناه إن إحنا بس هناكل كشري، إحنا ممكن نعمل بنفس المكونات دي طبق سلطة ونحط معاه العدس أو الفاصوليا أو أي نوع من البقوليات. يلا بينا بقى نحضر الكشري المصري الخطير جدا على طريقة ماما. أهم خطوة إن أنا بحب أنقع العدس البني من 3 ل4 ساعات في ميه دافيه، وبعد كده هنجيب معلقه من الزيت وهنحط معاها بصله لغايه ما تدبل، وبعدين هنحط لها كمان الشعريه هنصفرها، وبعدين هننزل عليها بالرز، وبعدين هنصفي العدس البني وننزله عليها وهنزوده ميه كاننا بالظبط بنسوي رز عادي جدا، وهنسيبه لحد ما يستوي. بعدها كمان هبتدي احضر الحمص بحب جدا ان انا استخدمه بذور كامله، ما بحبش ابدا اجيب المعلب. انا بجيب الحمص بنقعه كمان في ميه دافيه، وبعدين بسيبه من 3 ل4 ساعات، وبعدين بصفيه الميه وبديله ميه تانية وبسيبه على النار يستوي، وبعدين بصفيه واحطه في علب وازودها زيت زيتون، وبيفضل عندي فتره طويله في التلاجة بستخدمه على كل السلطات او كمان على الكشري. وبعد كده بحضر احلى صلصه كشري ممكن تعملوها، معلقه من زيت الزيتون وفصين كبار من الثوم، وبحط عليها بعد كده عصير الطماطم. والتراك اللي انا بعملها دايما لعصير الطماطم ان انا بضيف لها بنجر وفلفل احمر الوان، طعمها بيطلع خطير جدا، وبديها التوابل اللي احنا محتاجينها. وبكده هنكون جهزنا كل حاجة الكشري محتاجها. بس ثانية واحدة، لسه اهم حاجة البصل وكمان شرايح العيش الجميلة اللي احنا بنحبها دايما مع الكشري، هما الاتنين بقطعهم وبدخلهم في الاير فراير مع رشة صغيرة من الزيت، وبيطلع طعمهم حلو وشهي جدا. باقي عندنا اهم حاجة دقة الكشري، عبارة عن توم وخل وكمون وملح وليمون وميه دافيه ورج رج رج وبالهنا والشفا. وكده هتكون عملت احلى طبق كشري ممكن تاكله احسن من اي مطعم. وكمان اهم حاجه عندنا ترتيب الطبق، حاول دايما تضاعف كميه الحمص والعدس اكتر من الرز والمكرونه، مش تخلي الطبق كله عباره عن رز ومكرونه، لانك في الاول وفي الاخر هتكون بتاكل نشويات هتجوعك جدا وهتخليك تحس طول الوقت ان انت لسه عاوز تاكل تاني. خليك دايما تتصرف في الموضوع ده بذكاء، زود كمية الحمص هيشبعك مدة طويلة جدا. يلا جربوه قولوا لي رأيكم. نسيت اقول لكم لازم تاخدوا جزء من الصلصة وتحطوا عليه هريسة الشطة وتحطوها على الكشري، وده هيبقى احلى حاجة للكشري.